أنا كثير مبسوط اليوم إنه عم بستقبل ستيفاني قبلين، مخرجة وصانعة محتوى. أهلا وسهلا فيكي. ميرسي إلي، أهلا وسهلا فيك. من شهرين بلشتي بمحتوى كثير مختلف، كثير حلو، كله حياة ولبناني 100%. بقى بدي أهنيكي صح. عليه أول شيء، ميرسي كثير. وبعتقد التجاوب كان سريع وكبير. كيف خلقت الفكرة؟ صراحة صار لي تقريبا من أول صيف الماضي كنت عم جرب إني أعمل شيء هيك بيشبهني، وأعمل شيء كونتنت على السوشيال ميديا. وبما إنه بحب اللغات وبحب اللهجات، عندي حشرية يعني، بس اسمع حدا من شي منطقة عم بيحكي شيء، أول شغلة بسأله أنت من وين؟ يعني بحب أعرف هيدي اللهجة من وين جاية. وتعلقي بلبنان كمان هيدا شيء كتير منيح وكبير وأثر على الكونتنت تبعي. بلشت فيها من شهرين، فجربت بأول فيديو قلت بشوف إذا لاقى إنه صدى حلو بكمل، إذا ما لاقى صدى حلو بكون جربت. لابسة على التيشيرت ايش في؟ ايش مش في؟ ايش في؟ هي بترونية. هاي باترونية، مش ايش في، ايش في؟ ايش في؟ وفيها تكون ايش في. اوكي. مخصصة كمان فيديوز لمنطقتك اللي هي الباترون، صح مش هيك؟ صح. بلهجتها الحلوة وبناسها الحلوين. ميرسي. هات نحكي عن الباترون، عن ذكرياتك فيها. بس تحكي عن الباترون بضوي انا. عيوني بيضووا. تعلقي اكيد كثير كبير بمنطقتي، وين ربيت وين كبرت. حتى بعدني لهلا كل ما بمشي بالتحديد يعني على البحصة، وشوف المقعد المير واوصل على سيدة البحر وسور الفينيقي، بحمل الكاميرا وبصور كأني سايحة. يعني ما بشبع من هيدا المنظر، مع انه انا كبرت هنيك، يعني ترعرعت بهيدا الشارع بالتحديد. من اول الفيديوهات اللي بلشتها كانت عن البترون وعن اللهجة البترونية، بما انه انا من البترون تعرف على لهجتي انا. ولقيت صدى كتير كبير، وانبسطت لانه لاقى تجاوب حتى من الناس اللي مش من البترون. شو احلى كلمة عندك باللهجة البترونية؟ عندي كثير كلمات بحبها، يعني هي ايش في اللي لابستها هيدي اكثر شيء بحبها، او ايش ما ايش. شو يعني ايش ما ايش؟ شو في ما في؟ يعني شو في ما في. طيب، عم تبرمي بكل المناطق مثل ما شفنا، والمشوار طويل. شو القاسم المشترك بين كل هاللهجات؟ القاسم المشترك اللي انا لقيته بين الناس اللي حكيت معها هي تعلقها بلهجتها. مش انه كبار بس بالعمر، يعني من جيلنا اصغر بعده بيحكي لهجه منطقته. مثلا انا ما فقدت اللهجه، مع انه بنفس الوقت انه اشتغلت كثير برات البترون وعشت كثير برات البترون، ف صرت شوي احكي مثل غيري. بس تعا معي على البترون. شوفني كيف بقشقش. العكس اللي عم تشتغلي عليه بالفيديوز عم بيكون مختلف، مش هيك؟ صحيح. شو الاشياء اللي عم تحضريها قريبا؟ اوريدي في شيء صورته برات لبنان، رح ينعرض قريبا كمان. رح يكون سوربريز. اوكي. بعدني ضمن الاخراج، بشتغل تصوير واخراج، بس موستلي يعني تركيزي اكثر دوكيومنتريز، كونتنت سوشيال ميديا، فيلمز. هلا عادة يلي بيشتغلوا ورا الكاميرا بيكون عندهم صعوبة انه يطلعوا قدامها. انت غير انه اللي بقلك شكله الموضوع كان سهل معي. ميرسي. لا، تعودت كمان كثير بحكم تجاربي بفيديو كليبات، يعني صورت لكثير فنانين. كان في عندي اكيد انترفيوز على الشغل اللي عملته، ان كان فيديو كليبس او حتى دعايات، وقتها كنت اشتغل دعايات. عندي تجربه قدام الكاميرا كمان مثل وراها، والدليل الكونتنت تبعي كمان، يعني بحب أكيد. الكاميرا والكاميرا شكلها بتحبني. بتحبك اكيد. رح نشوف بعد فيديو. اوكي. حرفين مع بعضهم وبنكررهم نحصل على كلمة مثل تشتش يعني بتل بالمي، صح واعي من النوم، بق غلي على نار، شب يعني فيان أصغر، بص يعني اطلع، فص يعني أكل البزر أو شقة في الدجاج، بربر يعني كتر من الحكي. بس ما خلصت هون، في بعد جزء تاني وفي كتير كلمات، تابعوني. وهيك هيدا الفيديو اللي شغل البيج تبعي على المستوى اللي أنا وصلت له بوقت كتير قصير، والعلامة أنه وصل على كتير قلوب من الناس وترجم بغير فيديوهات. يعني في غير ناس كمان أخذت هيدا الفيديو من بعدي وعملت مثله هو ذاته. فأنا بنبسط لأنه الفيديوز تبعي راحوا على مستوى بعيد.